استاذه سوسن الدويك، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. حضرتك قلتي لي ان في ان شاء الله ندوه بكره. ان شاء الله. يا ريت حضرتك تقولي لي الندوه دي بخصوص ايه وكده. ندوه ان شاء الله بكره على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصريه، ده صالون الاوبرا الثقافي. بنقدم فيه بكره ان شاء الله ندوه بعنوان العلاقات المصريه الامريكيه الى اين. بنستضيف فيها سفيرنا السابق دكتور نبيل فهمي في امريكا، يعني سفيرنا السابق في امريكا، ومعانا الدكتور عمرو عزت سلامه مستشار الجامعه الامريكيه بالقاهره، والدكتور حسن نافع استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، دكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس اكاديميه السادات الاسبق، ومعانا كمان ممكن استاذ عصام العريان رئيس لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس الشعب. ده امتى بقى؟ غدا الساعه 6 مساء في هنا في الافطار الاوبرا هنا على المسرح الصغير. اهلا بحضرتك. وده انا هعتبره سبق صحفي لمؤسسه البرهان. ماشي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، واحنا دايما متابعين حضرتك ومتابع نشاطك بصراحه، يعني قمه يعني بصراحه يعني. يا ربنا يخليكي. واحنا بكره ان شاء الله هنشوف ازاي العلاقات بين الدول المفروض تبقى استراتيجيه ولا تكتيكيه، بتتعامل بالقطعه يعني، ولا بنتعامل على افق بعيد المدى، والمفترض ان بعض المشكلات يتم استيعابها، وهل مين السبب في المشكله الاخيره في العلاقات المصريه الامريكيه. وانا يعني كثيرين يروا ان السبب هما الاثنين اخطاوا، يعني لان هناك مخالفات سياسيه حقيقيه وقانونيه عملها الطرف الامريكي، لكن برضو الطرف المصري لم يوضح حدود الحريه لهذا الطرف الامريكي ولا اين يقف، والمفروض هنا سقف حركتك مش مفروض تتجاوز هذه المساحه. فما ينفعش انه يحاسب باثر رجعه لهم الطرفين طبعا، لكن ده لا يمحي الخطا، يعني لو هناك خطا حقيقي فيحاسبوا عليه. واحنا برضو بنشوف فيما يتعلق بالتعليم وكيف ان هناك الان حركه سياسيه في الجامعه الامريكيه لم نكن نسمع عنها من قبل. يعني الان نجد الطلاب الجامعه الامريكيه المعروف عنهم يعني ان ما لهمش يعني اهتمامات بالسياسه، الان نجدهم، وهناك من يقول ان هناك مؤامره ايضا وبالذات ببعض الطلبه من الجامعه الامريكيه. سوف نبحث كل هذه الابعاد والمعونه الامريكيه، وهل هي منحه ام يعني ولا صدقه، ولا ده فعلا اتفاق دولي، والمعونه ديت فعلا ساهمت في التنميه ولا استخدمت في اغراض تم اهدارها فيها. يعني سوف نناقش على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية والتعليمية. أنا متشكرة جدا لحضرتك، ألف شكر، وأتمنى مزيد من اللقاءات. شكرا. مع ألف سلامة. سلام.